صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2025. في كل عام وفي 10 من أكتوبر تحديدا يتوقف العالم لحظة ليؤكد أهمية الصحة النفسية، ويأتي هذا العام تحت شعار الصحة النفسية في حالات الطوارئ الإنسانية، وهو موضوع يمس واقع الملايين حول العالم. نحن سعداء حقيقة باستضافة الدكتور محمد خليل، مسؤول الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية في شمال شرق سوريا، وهو رئيس مجموعة العمل التقنية المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي. متابعينا، لقد عمل ضيفنا الدكتور محمد في الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية، وساهم في مساعدة المجتمعات على إعادة بناء حياتها مع التركيز على حماية الصحة النفسية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة الكريمة. أنا سعيد بوجودي معكم. شكر موصول لك ولجميع الزملاء في إذاعة بوير على هذه اللفتة الكريمة. كثير الشكر لك دكتور، وبنحب بنذكر المتابعين أنه هذه الحلقة برعاية منظمة دولية. دكتور محمد، لنبدأ من الأساس، ما هو اليوم العالمي للصحة النفسية وما الهدف من الاحتفال به كل عام؟ نعم، بداية اليوم العالمي للصحة النفسية يصادف في 10 من أكتوبر في كل عام. في هذا اليوم يحتفي العالم ككل، ونعود ونذكر أنفسنا والعالم بأهمية الصحة النفسية، وأنه لا صحة بالمطلق، لا صحة بدون صحة نفسية. تمام. في هذا اليوم يمثل فرصة مهمة لتشجيع الحوار حول قضايا الصحة النفسية وإزالة الوصمة المرتبطة بقضايا الصحة النفسية. أيضا تشجيع ودعم الحكومات والمنظمات والجهات الإنسانية الفاعلة لدعم قضايا الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. نعم دكتور. هذه السنة ينطلق شعار أو تنطلق حملة الصحة النفسية تحت شعار كما تفضلتي الصحة النفسية في حالات الطوارئ الإنسانية أو في الأزمات. نعم. وهو واقع أو أمر يتماشى كثيرا مع السياق في سوريا عموما وفي منطقة شمال شرق خصوصا. نعم. نعلم يقينا أن هذه المنطقة عانت من ويلات النزاعات والنزوع وتردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من عقد من زمن. نعم. وبالتالي أصبحت قضايا الصحة النفسية ليست رفاهية، بل هي أولوية، وتتعدى أن تكون مجرد خدمات، بل هي في كثير من الأحيان شريان حياة منقذة للأرواح وضرورة لإعادة بناء المجتمعات من جديد. نعم دكتور، يعني لقد عملت لسنوات في مناطق الأزمات. كيف تصف تأثير النزاعات والطوارئ على الصحة النفسية للناس؟ نعم، في الحقيقة الأزمات عندما تمر بها المجتمعات تتأثر فيها جوانب كثيرة. الناس على سبيل المثال أحيانا قد يفقدون أحبائهم، أحيانا قد يفقدون أعمالهم، أحيانا قد يضطرون لمغادرة منازلهم. نعم. فضلا عن ذلك يفقدون الشعور والإحساس بالأمان. نعم. لذا الأزمات لا تؤثر فقط على الجوانب المادية، بل يمكن أن نقول أنها جروح نفسية اجتماعية عميقة أحيانا قد تمتد لسنوات. وما يزيد الطين بلة أنها قد تكون جروح غير مخفية وغير ظاهرة. كثير من الأحيان قضايا الصحة النفسية للأسف يتم إهمالها على حساب الجوانب المادية الأخرى، وهو أمر متفهم، لكن يجب أن لا يطغى على ذلك. نعم. نستطيع أن نقول في ظروف الأزمات كل شخص سوف يعاني من درجة ما من درجات الضيق أو الكرب النفسي. على سبيل المثال الشعور بالخوف، الشعور بالعجز، الشعور بعدم الأمان، جميع الأشخاص سوف يعانون منها. هؤلاء الأشخاص لربما من خلال المساعدة الذاتية أو لربما من خلال مساعدة أقربائهم ذويهم المجتمعات ككل يستطيعون
أن يتجاوزوا هذا الضيق أو الكرب النفسي نعم. وينتقلوا إلى مرحلة التعافي. لكن البعض منهم لا يستطيعون ذلك ويطورون اضطرابات أو أمراض نفسية حقيقية كالقلق، كالاكتئاب، أو اضطراب ما بعد الصدمة. إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير بوضوح إلى أنه شخص ما من كل 5 أشخاص يعيشون في مناطق النزاعات سوف يعاني من شكل ما من أشكال الاضطرابات ونحن في منطقة تعاني من أزمات من 15 سنة. تماما، خصوصا في السياق في شمال شرق سوريا. هذه المنطقة التي عانت من ويلات النزاع، الحرب، الهجرة، ولا زالت تردي الظروف الاقتصادية. لسنا بصدد ظروف حتى تغير ظروف المناخ كلها تؤثر بشكل أو بآخر على الصحة النفسية للأفراد. نعم تماما. ففي الحقيقة يعني الأمثلة من الميدان كثيرة ولا تعد ولا تحصى. يعني وجدت في كثير من حالات الطوارئ الإنسانية خصوصا في شمال شرق سوريا كيف أن الآباء، كيف أن الأمهات حقيقة يعانون، يشعرون بالضيق، بالكرب. إذا كانوا هم بأنفسهم يعانون من ذلك، كيف يستطيعون تقديم الدعم النفسي لأبنائهم أو لأطفالهم؟ فلذا الأزمات تؤثر على واقع الصحة النفسية لأفراد المجتمعات بشكل واضح وجلي، وقد يكون هذا التأثير يمتد إلى سنوات عديدة. نعم دكتور، حدثنا لنتناول الموضوع بشكل أعمق وعلى الأرض. حدثنا عن واقع الصحة النفسية في شمال شرق سوريا اليوم، كيف يبدو؟ نعم، كما ذكرت يعني السياق في شمال شرق سوريا هو سياق معقد. المنطقة ككل كما نعلم عانت من أكثر من عقد من الزمن من ويلات، نزاع المتكرر، ظروف النزوح، عدم الاستقرار، تردي الظروف الاقتصادية، فضلا أيضا عن تغيرات المناخ، عوامل كثيرة عانت منها هذه المنطقة. نعم. فضلا عن البنى التحتية التي نعلم أنه كثير منها قد أصابها الضرر أو الدمار ولم تعد فعالة أو لم تعد وظيفية. فضلا عن أنه بالأساس خدمات التخصصية عالية المستوى في الصحة النفسية لم تكن متواجدة. على سبيل حتى قبل الحرب دكتور. نعم، مثلا المستشفيات النفسية في عموم شمال شرق سوريا لم تكن هناك مستشفيات متخصصة في رعاية. كانت تعد على مستوى سوريا دكتور. نعم، في سوريا ككل حتى عدد العاملين أيضا. نعم بالضبط. فضلا عن شح الموارد البشرية. من خلال الجهود التي بذلتها منظمة الصحة العالمية بمشاركة كثير من الشركاء الآخرين استطعنا توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية، مثلا من خلال دمج خدمات الصحة النفسية مع الرعاية الصحية الأولية. استطيع أن أذكر مثلا أن هناك حاليا يعني أكثر من 50 مرفق رعاية صحية أولية هناك فيها موارد بشرية يستطيع من خلالها الأطباء أو العاملين الصحيين تقديم خدمات تعنى بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. فضلا عن ذلك لدينا مجموعة عمل تقنية كما تفضلت وأشرت لها تعنى بتنسيق الجهود بين الجهات الإنسانية الفاعلة في قضايا الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، ومن قطاعات متعددة كالصحة، كالحماية، كالتعليم، تنسق جهود أكثر من 60 جهة إنسانية بما فيها المنظمات المحلية والدولية لضمان تقديم خدمات الصحة النفسية لأوسع شريحة ممكنة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتوحيدها. أيضا في واقع الصحة النفسية في شمال شرق سوريا نعمل أيضا على تعزيز الصمود أو التماسك المجتمعي من خلال تطوير قدرات العاملين في الميدان، من خلال بناء أيضا على قدرات الأشخاص الموجودين مسبقا، أيضا من خلال إنشاء شبكات دعم نفسي اجتماعي في الأقران فيما بينهم. من خلالها نستطيع المضي إلى الأمام في بناء مجتمعات أكثر تماسكا وأكثر إنتاجية وفعالية. نعم دكتور، اللاجئون والنازحون يعني هم محور هذا العام، وأنت تراقب الأمور عن قرب. يعني في عنا مخيمات وفي عنا نازحين على أرض الواقع تشاهد. ما أبرز الصعوبات التي يواجهونها من الناحية النفسية؟ نعم، هذا حقيقة سؤال مهم جدا لأنه يرتبط بشكل وثيق بالسياق في شمال شرق سوريا.
بداية دعينا نتفق أن تجربة النزوح حقيقة هي من أصعب التجارب التي قد يمر بها الفرد. لا أصعب من أن يهجر الإنسان مكانه، بيته، أسرته، مرمى ذكرياته وطفولته، ويفقد يعني هذا المحيط الاجتماعي الذي قد يكون لربما عاش الأمان فيه الذي كان به نعم خلال سنوات طويلة. لذلك فتجربة النزوح والهجرة هي تجربة حقيقة مؤلمة وتحمل جوانب نفسية واجتماعية معقدة. تشير التقديرات العالمية إلى أنه بنهاية 2024 تقريبا هناك حوالي 123 مليون شخص على مستوى العالم. نعم على مستوى العالم. في شمال شرق سوريا نحن نعلم أيضا هناك كثير ما تفضلت من مخيمات، مراكز الإيواء التي تأوي كثير من اللاجئين أو النازحين. نعم. فالنازحين بالأساس يعني يمرون بظروف صعبة، فضلا عن الأماكن التي يقطنها هؤلاء من جديد أيضا تعاني من تردي الخدمات. هنا نتحدث عن المخيمات بشكل خاص. نعم. يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية، الصحة، التعليم، الخدمات المتعلقة أيضا بأطفالهم، مستقبل الذي يريد. حالة اللا يقين التي يعيش فيها هؤلاء هذه لوحدها كافية لخلق حالة من تشوش واضطراب الصحة النفسية عند هؤلاء. لكن ما أستطيع أن أقوله أنه نستطيع أن نقدم ونعمل الكثير بالإمكانيات المتوافرة بين يدينا لإعادة ضمان الصحة النفسية لهؤلاء، وأيضا إعادة التماسك المجتمعي ككل بين جميع أفراد المجتمع بما فيهم المجتمع المضيف وحتى اللاجئين والنازحين. نعم دكتور، يعني عادة ما تركز الاستجابة الإنسانية على الغذاء، المأوى والماء. لماذا ترى أن الصحة النفسية يجب أن تكون أولوية أيضا؟ نعم هذا سؤال مهم جدا حقيقة. بالفعل كما تفضلتي في حالات الاستجابات الإنسانية عادة ما تعطى الأولوية للجوانب المادية. هذا أمر متفهم، لكن دعينا نفكر بالصحة النفسية. الصحة النفسية بالأساس تتناول قضايا التي تتعلق بوظائف الإنسان، كيف يفكر، كيف يشعر، كيف يتصرف، كيف يتكلم، كيف يستكشف إمكانياته، كيف يستطيع تقديم دعم نفسي لذاته وللمحيط. نعم. لماذا يجب أن نركز على الصحة النفسية؟ لأنه بالأساس إذا كان الأشخاص يمرون بضائقة وبكرب نفسي فهم لن يستطيعوا المضي إلى الأمام في بناء مجتمعات. سيؤثر على حياتهم بشكل عام، على بناء الحياة. تماما بالضبط. إضافة إلى ذلك الأشخاص الذين يمرون بتجارب، خصوصا التجارب الطويلة مثل ما حكينا من النزوح والهجرة وما إلى ذلك، يعانون من ظروف أو من اضطرابات نفسية لربما تمتد لأجيال. هذا الشخص سوف ينقل هذا الاضطراب بشكل أو بآخر للمحيطين به من خلال تعامل السلوكيات. تماما طريقة تعاطي مع الآخرين، شبكة العلاقات الأسرية، شبكة العلاقات المجتمعية. الابن من الأب وكذلك. تخيلي سيدة مثلا على سبيل المثال تعاني من اكتئاب، كيف يمكن أن تقدم الرعاية لطفلها أو لوليدها على سبيل المثال؟ نعم. تخيلي كيف سيكون مستقبل هذا الشخص الذي نشأ في شبكة في فوضى من العلاقات الأسرية على سبيل المثال. نعم. إضافة إلى ذلك أن هذه الآثار كما قلت تمتد لأجيال، لا يقتصر تأثيرها فقط على الشخص، إنما لربما تمتد إلى أجيال. إضافة إلى ذلك جعل خدمات الصحة النفسية أولوية من أولويات الاستجابة. هذا أمر مهم لضمان دعم المجتمعات، ضمان تماسك مجتمعي قوي، ضمان أن تستطيع هذه المجتمعات أن تمضي إلى الأمام، تستكشف قدراتها من جديد وتعيد بناء نفسها من جديد، تفهم الخلل الموجود فيها. تماما بالضبط. لأنه كثير ما نرصد في الحالات، حالات الظروف الإنسانية أو ظروف الطوارئ، الأشخاص لربما يلجؤون إلى آليات تأقلم سلبية أو غير فعالة. نعم.
مثلا تسرب من المدارس على سبيل المثال، اللجوء إلى تعاطي بعض المواد المحظورة، هذه كلها آليات تأقلم سلبية. العنف أيضا، التنمر، هذه كلها آليات تأقلم سلبية يلجأ لها الأشخاص بسبب معاناتهم من ضائقة نفسية، لم يستطيعوا أن يطوروا آليات تأقلم إيجابية أكثر فعالية ويتكيفوا مع الواقع. بالضبط. دكتور، يعني ذكرت بعض النقاط فيما يتعلق بالتنسيق والتكامل بين المسائل النفسية والجسدية والأمور المادية والواقع. ما أبرز الأساليب أو الممارسات الفعالة لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي في حالة الطوارئ؟ نعم، في الحقيقة في هذا الصدد يعني نحن نعتمد على إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. هذه اللجنة طبعا تعنى بتنسيق الاستجابة الإنسانية على مستوى العالم، وتضم منظمات رائدة في كل قطاع أو في كل مجال على حدة. تؤكد اللجنة الدائمة المشتركة في قضايا الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي على مجموعة من المبادئ والأساليب التي يجب اتباعها. أولا، يجب أن يتم ضمان تقديم هذه الخدمات بما يحترم كرامة الإنسان ويعزز من احترامه. وهذا ما يسمى بالنهج المبني على حقوق الإنسان بالدرجة الأولى دكتور. نعم. المبدأ الثاني هو عدم الأذى أو عدم الضرر. يجب ضمان أن تكون هذه الخدمات تتماشى مع هذا المبدأ المقدس في العمل الإنساني، وهو do no harm، بمعنى لا تؤذي أو لا تسبب الضرر. المبدأ الثالث البناء على المتوافر، بناء على قدرات المجتمع. ما الذي يملكه هذا المجتمع من قدرات؟ نحاول أن نبني عليها، لا نبدأ من الصفر، لا نطور قدرات العاملين. وهذا أمر مهم حتى لضمان الاستمرارية والديمومة. الأمر الرابع تركيز على تقديم خدمات صحة نفسية ودعم نفسي اجتماعي وفق نهج متكامل متعدد الطبقات ويغطي كامل الشرائح العمرية. أطفال، مراهقين، البالغين، السيدات، النساء، الحوامل، المرضعات، الكبار في السن، ضمان وصول خدمات صحة نفسية لكافة الشرائح وتراعي خصوصية كل وتراعي خصوصية. أيضا وجميل جدا أنك أثرتي موضوع أن تراعي الخصوصية، أن تكون هذه الخدمات أيضا متناسبة مع السياق الثقافي والأخلاقي للمجتمع. بمعنى أن تكون خدمات الصحة النفسية مناسبة ثقافيا، وكما ذكرنا بداية تراعي حقوق الإنسان في المقام الأول. هذه أهم الأساليب التي نعتمد عليها والتي نشجع كافة العاملين في المجال الإنساني في قطاع الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي على تبنيها. نعم دكتور، السؤال المهم الذي يجب أن نطرحه هو بعد انتهاء الأزمات كيف يمكن للحكومات والمنظمات الإنسانية ضمان استمرار الخدمات الصحة النفسية؟ هنا نتحدث عن بلدان تشهد الحرب ثم ينتهي الحرب، بعض المنظمات تهجر تلك أو تغادر تلك الدول. ما الذي يضمن أن يستمر هذه الخدمات هنا؟ هذا سؤال مهم جدا. حقيقة هذا هو الواقع. من الأهمية بمكان أن نركز دوما على نهج الاستمرارية والديمومة. كيف يمكن ذلك؟ من خلال تسليم زمام المبادرة للمجتمعات بذاتها. كيف نستطيع ذلك؟ كما ذكرت، أولا يجب أن نضمن إدماج خدمات الصحة النفسية بأي خطة طوارئ. يجب أن يكون مكون أو قسم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي حاضرا يعطى أولوية في أي خطة من خطط الطوارئ. استعدادا، مثلا صار في عندنا مثلا حرائق، صار في عندنا مثلا زلزال، صار في عندنا مثلا نزوح، صار في عندنا نزاع مسلح. خطة الطوارئ المعنية يجب أن يكون هناك مكون خاص فيها يعنى بمعالجة قضايا الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. تدريب الكوادر من الأهمية بمكان أيضا أن يكون لدينا هناك مجموعة من الكوادر المؤهلة القادرة على تشخيص، تدبير ومتابعة على الأقل أشيع الاضطرابات النفسية.
وهذا حقيقة مثلا من أحد التداخلات التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية من خلال تدريب الأطباء غير المتخصصين في الطب النفسي، تدريبهم على برنامج يسمى برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية، والذي ذكرت أنه يمكن المتدربين من تقديم تشخيص، متابعة، تدبير لأهم الاضطرابات النفسية. أيضا نشجع الحكومات على إنشاء شبكات من الصحة، من خدمات الصحة النفسية المجتمعية بدلا من المؤسساتية. هذا أمر مهم جدا لضمان الاستمرارية والديمومة. أيضا شجع الحكومات أن تخصص جزء من الميزانية، جزء من التمويل أيضا لتمويل قضايا الصحة النفسية. للأسف حول العالم، يعني في معظم بلدان العالم لا تتعدى الميزانية المخصصة للصحة النفسية 2% من ميزانية الصحة. تخيلي 2% فقط من ميزانية الصحة، ونحن نقول أن الصحة النفسية لا ترتبط فقط بالصحة، هناك هذا يعكس سلبا على القطاعات الأخرى دكتور. صحيح نعم. أنا الطبية، الجوانب الأخرى الاجتماعية. من الأهمية أيضا بمكان أن نشجع الحكومات والجهات الفاعلة أيضا على ضمان توافر سلسلة التوريد من الأدوية التي نحتاجها لعلاج وتدبير الاضطرابات النفسية. من الأهمية أيضا بمكان تشجيع تقديم الدعم النفسي للعاملين الإنسانيين بأنفسهم. هذه قضية كثيرا ما يتم إغفالها للأسف. العاملين الإنسانيين هم بشر مثلهم مثلنا، قد يحتاج لدعم نفسي قبل أن يعطي. بالضبط، وإن فاقد الشيء لا يعطيه. وهذه موضوع الدعم النفسي للعاملين في المجال الإنساني هذه من الأهمية بمكان. لا تستطيع تقديم الدعم للآخرين إذا كنت أنت تحتاجين هذا الدعم. كما يقال دائما في يعني على سبيل المثال، أنا أشجع دائما أشخاص، أقول تسافر في طيارة، دائما يقول لك يعني إذا صار في عندك أي ظرف طارئ، أولا ضع قناع الأكسجين لنفسك ثم قدم المساعدة للآخر. وهذا أيضا تستطيع تقديم المساعدة، حتى تستطيع تقديم المساعدة للآخر. نعم دكتور. كثير من مستمعينا يمرون بظروف صعبة، قد يكون نزوح، قد يكون ضائقة مالية، قد يكون فقدان. ما النصائح التي نستطيع تقديمها لهم للحفاظ على الصحة النفسية؟ نعم، هذا سؤال جيد حقيقة، ويعني يتسع الحديث به، يعني والحديث به ذو شجون، لكن أستطيع أن أقدم نصائح عملية وبسيطة يستطيع أي شخص ما من مستمعين الكرام أن يقوم بتنفيذها. أولا، ابقى على تواصل مع عائلتك، مع أصدقائك، مع الجيران، مع المحيط. لا تقطع شبكات هذه الدعم الاجتماعي المتوافرة لديك. نعم. حافظ على روتينك اليومي في الغذاء، في الشراب، في عادات النوم، في عادات الأكل الإيجابية تقصد دكتور؟ نعم، تماما. أيضا حاول أن تقدم شيء ذو مغزى، ذو معنى. ساعد الآخرين، قم بأعمال ذات أثر إيجابي على الآخرين. قيمة العطاء حقيقة أجمل من الأخذ. تماما، قيمة نفسية إيجابية على الفرد. وهذا مثبت حقيقة بالدليل العلمي. يعني المكافأة التي أي حدا فيه يجرب هالشيء دكتور. تماماً. لما بتعطي بتكون مبسوط أكثر من لما بتاخذ. بالضبط تماما. أيضا أنا أتفهم أننا نعيش في سياق محاطين بكثير من يعني مصادر الأخبار المقلقة والمزعجة. حاول أن تقلل منها قدر الإمكان. دائما محاولة أن تكون يعني منشغل في الاطلاع على الشارد والوارد وما إلى ذلك، هذا يجعلك دائما مستهلك ودائما في حالة قلق وفي حالة تأهب، وهذا يتنافى مع صحة نفسية إيجابية. من الأهمية بمكان ممارسة الرياضة. النشاطات البدنية والرياضة لها أثر نفسي إيجابي وفعال طبيا جداً. أيضا أثبت هذا الدراسات الطبية. تماما. نعم. حاول أيضا أن تتجنب السلوكيات المؤذية والسلوكيات يعني الخطرة التي قد يعني يلجأ إليها بعض الأشخاص في محاولة لتخفيف الكرب والضائقة النفسية التي يمرون بها. أعني هنا مثلا إكثار من شرب المنبهات، ممكن الكحول، ممكن التدخين. هذه العادات السلبية
تؤذي ولا تفيد. تماما تماما. الأهم والذي أستطيع أن أؤكد عليه دائما: اطلب المساعدة. نعم. وباكرا قدر الإمكان. إن طلب المساعدة لا يعني شيئا ما سوى أنك إنسان مثلك مثل أي شخص تحتاج إلى مساعدة. نعم دكتور. وهذه شجاعة وحكمة. دكتور، كلمات ملهمة حقا، ولكن هناك نقطة أريد أن أعود بك إلى واقع العمل، وهو بعد سنوات من العمل في بيئة مليئة بالتحديات، ما الذي يمنحك الأمل للاستمرار؟ والله سؤال تاتشنج حقيقة، يعني لامسني من الداخل. أستطيع أن أقول الأمل يأتي من الناس أنفسهم. نعم. المجتمعات قادرة على إعادة بناء نفسها من جديد، قادرة على النهوض من جديد، تتكيف من جديد. نعم. وقادرة أيضا على أن تعود وتنطلق وتبني نفسها وتستكشف إمكانيات لربما كانت كامنة. جاءت الظروف، جاءت النزاعات، الهجرة، النزوح وما إلى ذلك، تردي الأوضاع الاقتصادية، جاءت هذه الظروف واستطاعت المجتمعات أن تحول هذه المحن كما يقال إلى منح وتجارب حقيقة نجاح. يعني حقيقة كثير من الأشخاص، أنا يعني أستذكر هنا مثلا سيدة كانت ترعى أطفالها، وكانت في حالة يعني نفسية متردية جدا جدا لظروف متعددة، يعني لسنا بصدد الحديث عنها. عندما قدمنا لها جزء من المساعدة وآمنت هي حقيقة بأن التغيير يجب أن يبدأ من نفسها، ووجدت هذه اليد التي تقودها إلى الطريق السليم. نعم. هذه السيدة الآن هي سيدة منتجة. حاليا هذه السيدة استطاعت أن تتملك بيتا. حاليا هي تؤدي عملا مهما جدا، وهي حاليا من أهم كما يقال المناصرين والمدافعين عن قضايا الصحة النفسية. مجتمعات تستطيع أن تبني نفسها من جديد. فهذا خلال عملي الطويل في هذا المجال حقيقة هو ما يمنحني الأمل بإعادة ترتيب أولويات المجتمعات. إن شاء الله تكون الصحة النفسية فيها من أولوياتها وليست رفاهية. دكتور، هون بدي استذكر شيء، يعني تجربة. كنت بأحد المخيمات في زيارة، يعني زيارة للأشخاص. شفت الأطفال وهن شايلين الشناطي ضمن المخيم بيتوجهوا على المدرسة. شفت في مكان آخر سوق، الناس هن عم بيبيعوا بيشتروا. شفت نساء عم تشتغل، يعني أحد المخيمات بمدينة الحسكة. فهذا الشيء كان عطاني الأمل، يعني إنه قدروا يتكيفوا رغم ظروف النزوح. صحيح. بمجتمع يمكن ما فيه هالدرجة الكافية من الخصوصية. قد يكون هناك صعوبات لا يستطيعون أن يقولوها أو يتحدثوا، ولكن يتأقلموا. يعني هذه هي الظروف. فكم من القوة نحن نستمد من هؤلاء الأشخاص. صحيح. يعني وهم صحيح. كل شخص يتكيف في تلك الظروف هو قصة نجاح حقيقة. بالضبط. دكتور، كلمات ملهمة قلتها لنا وجميلة جدا. هل لديك رسالة لمستمعينا في هذا اليوم المهم وهو اليوم العالمي للصحة النفسية؟ نعم. الصحة النفسية ليست مسؤولية شخص معين أو جهة معينة بحد ذاتها. أستطيع أن أقول أن الصحة النفسية مسؤولية الجميع. تماما. سواء كنت أحد العاملين الصحيين، سواء كنت أحد العاملين المجتمعيين، سواء كنت قائدا مجتمعيا أو رجل دين، سواء كنت معلما، سواء كنت أحد الآباء. من كنت، يعني كنت من تكون. كنت. الصحة النفسية مسؤولية الجميع. تستطيع أن تلعب دورا مهما في تعزيز الصحة النفسية للمجتمع، لك بداية، لأسرتك، وهذا سوف ينعكس على المجتمع. شكرا جزيلا دكتور محمد على هذا الحوار الغني
والملهم حقيقة، وعلى الجهود العظيمة التي تقوم بها أنت وزملائك في منظمة الصحة العالمية وشركائكم في شمال شرق سوريا وخارجها. كتير شكرا لك دكتور، والشكر لكم مستمعينا الكرام. تذكروا أن الاعتناء بعقولكم لا يقل أهمية عن الاعتناء بأجسادكم. كانت هذه حلقتنا الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2025. من وراء المايك كنت معكم شيف حسن. ابقوا بخير، ابقوا متواصلين، واعتنوا بصحتكم النفسية. كانت هذه الحلقة برعاية منظمة دولية. إلى اللقاء.